هنبص على الراجل ال 25 هنلاقيه ضرب لخمه بسبب تحرك يحيى. اهلا بيكم في فيديو جديد من باصه ولعبه. الاهلي في البروفه الاخيره لماتش السوبر قدر يعدي بسهوله كبيره جدا من جورماهيا، بس اللي لفت نظري هنا كان استخدام جديد لكولر لعطيه الله وادوار جديده تماما كانت مؤثره جدا في احداث الماتش. فهل هيكرر ده في السوبر ولا لا؟ تعالوا نشوف مع بعض. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل ناحيه الشمال بالظبط. الوضع الطبيعي في مرحله بناء اللاعب يحيى عطيه الله بيبقى فاتح الملعب ناحيه الشمال، وقدامه برده الشحات فاتح الملعب علشان يوسعه ناحيه الشمال، وده اللي بيستغله امام. بص بقى هنا على امام بيتحرك في المساحه اللي بين الباك اليمين والمدافع اليمين علشان تتلعب له فيها الكره دايما زي ما احنا شايفين هنا. نيجي بقى في الحاله الثانيه لما امام بينزل يستلم من تحت، عينك على يحيى عطيه الله بيتحرك في المساحه اللي سابها امام، بيستغل سرعته وينطلق فيها بسرعه جدا. طيب الكره هنا رجعت، بص عينك على يحيى عطيه الله تاني بيطلب الكره في المساحه، ولو تو كان رافع عينه الراجل ده كان هيروح انفراد عادي جدا. الكره بتكمل وهنا امام بيتحرك في نفس المساحه بس على اليمين علشان يعمل زياده عدديه. عينك على يحيى في نفس المساحه وساحب معاه المدافع اليمين الراجل رقم 25 معاه قلب الملعب علشان يفضي المساحه اللي وراه، وبالتالي الشحات وراه فاضي تماما. هتلاقي هنا 5 من الاهلي على 3 من جورماهيا، وعلى الشمال الشحات فاضي تماما بسبب تحرك يحيى عطيه الله الممتاز. كرة كمان هنا يحيى عطيه الله هو اللي قاطع، مين اللي نازل يستلم؟ ايوه هو امام. يبقى زي ما احنا اتفقنا مين اللي هيكمل مكانه؟ هو يحيى عطيه الله. بص سرعه الانطلاق اللي رايح بيها يحيى علشان تتلعب له في المساحه من امام، وهنا يروح بكرة خطيره جدا يلعبها لوسام. كده فهمنا الفكره. تعالوا نشوف الجون الثاني للاهلي. امام رايح في المساحه اللي اتفقنا عليها وبعدين رجع وسحب معاه الراجل رقم 25 سابه الرقم 6. بص بقى رقم 6 هنا بيعمل اسكان على امام وبيقفل عليه زاويه التمرير. هنا اكرم استغل ده كويس جدا انه عمل فنت وعدى وفتح الملعب تماما قدامه. اول ما امام نزل عينينا على يحيى فتح سبرنت على طول علشان يتحرك في المساحه اللي سابها له امام، واستغل ان الراجل رقم 30 من جورماهيا على الله وضعيف جدا في الرقابه. هنا هنبص على الراجل ال 25 هنلاقيه ضرب لخمه بسبب تحرك يحيى وغطى الاوفسايد تماما. تعالوا نشوف الراجل ده ليه ضرب لخمه من الزاويه العكسيه. الراجل رقم 25 هنا كان ماشي مع خط دفاعه عادي جدا. الراجل لاحظ ان هنا يحيى جاي سبرنت في المساحه وهرب من الراجل رقم 30، ما بقاش عارف يعمل ايه وفقد تركيزه تماما، وبالتالي غطى الاوفسايد. بقى في وضعيه هنا 2 على 1 عليه، ما بقاش عارف يروح ليحيى ولا يغطي على الشحات. بص هنا بقى اكرم قدامه 3 مسارات تمرير مفتوحين تماما يودوا انفرادات بسبب تحرك يحيى اللي ضرب بيه الاوفسايد ومعاه الدفاع كمان. وده كان كل حاجه وبروفة ماتش السوبر للاهلي. المهم رايكم انتوا وسلام.